اعتقد الناس في العالم القديم أن الشمس تشرق من اليابان وتغرب في المملكة المغربية، لذلك فإن المغرب باللغة العربية هي مكان غروب الشمس. تبلغ مساحة المغرب 453 ألف كيلومتر مربع تقريبا، وقد لعبت الدور الرئيسي في حضارة الأندلس، وقد انعكس ذلك على الشخصية المغربية الحديثة المتذوقة للثقافة والفن. وجد في المغرب ثاني أقدم نظام ملكي في التاريخ دون انقطاع، فلم يحكم المغرب غير الملوك والسلاطين منذ أكثر من 12 قرنا، كما أن المغرب من الدول العربية النادرة التي لم تخضع للحكم العثماني على الإطلاق. يعتبر محمد السادس بن الحسن هو الملك 23 للسلالة العلوية التي تقول بنسبها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعتبر المغرب أحد أقوى مراكز الإسلام الصوفي عبر العالم. يتمتع المغرب بأكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وهو الذي مكنه من تبوء صدارة عالميا في تصدير الفوسفات الخام. حاليا يشكل الفوسفات أحد أركان الاقتصاد المغربي، كما يعد المغرب أول مصدر لسمك السردين في العالم، مما يجعله في المرتبة 17 من أصل 25 دولة تصدر الأسماك عبر العالم. تعد جامعة القرويين بمدينة فاس العاصمة الثقافية للمغرب أقدم جامعة في العالم. يعد المغرب القبلة السياحية الأولى في شمال أفريقيا، فطبقا لليونسكو يتوفر المغرب على أكبر عدد من الأماكن المسجلة في قائمتي التراث العالمي ب26 تصنيفا، إضافة إلى مخزونه الهائل من المؤهلات الثقافية والتاريخية والطبيعية الجاذبة للسياح. وتتميز الحضارة المغربية بأنها خليط ثري من الثقافات العربية والأمازيغية والأندلسية والأفريقية. يعتبر المغرب موطنا لأجود أنواع الأخشاب، وهو خشب التويا، والذي يتواجد فقط في غرب سلسلة جبال الأطلس بالمغرب، وهو الخشب المستعمل لصناعة لوحات القيادة في سيارات الرويز رويز الفخمة. يتميز المغرب بأجمل المطابخ في العالم، فالكسكس والطاجين والبستيلة حتما ستنال إعجابك، حيث صنف المطبخ المغربي بثاني أفضل وجهة لمحبي الطعام في العالم لعام 2015. البلد الوحيد الذي تنمو فيه شجرة الأركان طبيعيا. ينتمي المغرب لكلا القارتين الأوروبية والأفريقية لكونه قريبا جدا منها، حيث تفصل بينهما مسافة 14 كيلومترا فقط.